هالحياة بتبلش بحب، بس مع الوقت يمكن يتغير هالشي، يمكن بسببك أو بسبب يلي حواليك. قدر ما الحب بيكون حلو وبيفرح قلبك، يمكن يزعلك كتير وإنه تضل راضي فيه. رح أحكي لكم عن أقوى قصة حب بالدنيا. كان في شاب وصبية. القصة بتبلش. مرحبا، فيني أسألك عن هاي القطعة شو سعرها إذا ممكن؟ ايه اهلا وسهلا، تفضلي، كل شي على حسابك. تسلم أخي، ممكن تعطيني هاي القطعة وتقلي شو سعرها؟ خلص بلا حقها، كل شي على حسابك. لك أنت هيك عم تشتغل حتى تربح ولا عم تشحد؟ لا والله، بس ما بعرف. للكل بتبيع هيك؟ أنت معناته خسران بالتجارة. لا مو للكل هيك، بس ما بعرف ليش انت قلت لك هيك. وهيك شوي شوي بلشت قصة الحب الجديد بين البشر. أخذوا أرقام بعض وبلشوا يحكوا. بدي أسألك سؤال. تفضلي اسألي اللي بدك. هو أنت بتعمل هيك مع كل البنات يلي بتجي لعندك؟ ليش انا شو عملت؟ أنه تعطيهم رقمك وتحاول تحكي معهم أو تبيعهم ببلاش، اللي أنت هيك؟ لا والله، بس ما بعرف شو صار لي. هي اول مرة بصير معي هيك، بس اول ما شفتك ما بعرف شو صار لي، ارتحت لك كتير، حسيتك غير الكل. يمكن تقولي انيتني كذاب او ما تعرفي شو تجاوبيني، بس والله انا ماني هيك، ولا بحياتي انه فكرت بشي. ما عرفت شو يلي خلاني ارجع اتواصل معك واحكي معك. خلص صدقتها. بلشوا يحبوا بعض ويتعلقوا ببعض كل يوم أكتر من التاني. حبيبتي، بدي اطلب منك طلب. قلي يا عمري. توعديني ما تحكي لحد ويضل بيني وبينك؟ وعد. وعديني ما تحبي حدا غيري؟ وعد. وعديني انك تضلي حبيبة وصديقة واقرب الشي لقلبي؟ وعد اني ما اكون لحدا وبحبك بس انت بس. افهم بقى يا دب، انا بحبك كتير وبوعدك كل العمر رح نكون سوا. وهيك كل قصص الحب بتبلش. وعلاقة الحب حبوا بعض كتير، وعدوا بعض انه ما حدا يترك التاني ابدا، بس ما حدا ما بيعرف يلي مكتوب. ومرة من المرات بلشت المشكلة. حبيبتي، وين كنت امبارح؟ دقيت لك ما رديتي. كنت مشغولة شوي حبيبي، ما في شي. انا اشتقت لك حبيبتي، خلينا نشوف بعض، جايب لك احلى هدية بالدنيا. وانا كمان، لا تتعذب حبيبي. وانت شو؟ اشتقت لك طبعا. بس حبيبتي ليكي لا عاد تلبسي هيك، وخففي شوي مكياج. ليش؟ شو لبسي ومكياجي؟ ملفت النظر كتير وانا بغار عليكي من الهوا. ايه حبيبي، بس لبسي عادي كتير، مثلي مثل هالبنات. ليش صاير هيك انت؟ حبيبتي مو هيك، بس انا بحبك وبخاف عليكي من كل شي وبغار عليكي من كل شي. صرنا 3 سنين مع بعض ورح نتجوز، يعني اكيد لازم خاف عليكي وغار من كل شي. طيب ماشي فهمت. هون البنت بلشت تتضايق من حبيبها، كيف صار يتدخل فيها كتير بلبسها، بغيرته الزايدة عليها من شك. صارت بدها تحكي مع أي حدا تاني لحتى تفش خلقها، وما شافت حدا غير ابن عمها حتى تحكي معه وتغير من نفسيتها. شبكي بنت عمي على طول متضايقة ومعصبة؟ ما فيني شي، بس متضايقة ومالي خلق ومالي طايقة هالدنيا. روقي تروحي مشوار نغير جو، شو رأيك؟ لك ايه بروح يلا. وفعلا بتروح البنت مع ابن عمها وبتتسلى معه، وبالصدفة بيشوفها حبيبها مع شخص تاني وبيجن جنانه عليها. لك هاي كيف طالعة من البيت؟ أنا مالي خبر ومع شب كمان. أوه، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله بخير. ما في كلمة حبيبي ولا اشتقت لك؟ أنا تعبانة وبدي نام، بكرة منحكي. ايه أكيد، مشوارك اليوم يعني كان كتير منيح وتعبك. على كل حال أنا شفتك وبدي أقلك مين هذا الشاب وليش مالي خبر بطلعتك. عم تلحقني وتراقبني لهون وصلت معك؟ خلص اتركني بحالي، لك عم تشك فيني وتنكد علي كل شي. خلص اتركني، لك أنا تعبت منك. لو بتحبني ما بتعمل هيك يعني بدك يانا نترك بهالبساطة؟ بعد 3 سنين حب ووعود وعشق بيني وبينك، هلأ بدك يانا نترك بهالبساطة؟ خلص اتركني بقى. وفعلا بيتركوا، والبنت هون وابن عمها بيصيروا يحبوا بعض. والصدمة يلي بتصير
بتبلش قصة جديدة بين البنت وابن عمها. حبيبتي بنت عمي، إذا طلبتك من أبوك بيقبل؟ ايه بقبل طبعا يا روحي. وأنت بتقبلي فيني؟ شو رأيك؟ لك ايه بقبل يا عمري. صرنا مع بعض 4 شهور وبكرة رح أطلبك من أهلك. يا ربي دخيلك، عم استنى بكرة يجي بسرعة. هون البنت فرحت كتير، بس بنفس الوقت ما عم تنسى حبيبها القديم بشكل نهائي. عم تضل تتذكره وتقول بينها وبين حالها لازم انسى لأني رح أتزوج. بس طبعا القلب ما فينا نتحكم فيه. وتاني يوم بيروح ابن عمها وأهله حتى يطلبها، وأبوها للبنت بيوافق دغري لأنه ابن عمها أحسن من الغريب. ومن هالحكي خلص من اليوم أنت إلي وبس. يخلي لي اياك يا عمري انا. ايه الك وبس، بس بدك توعدني بشي. طيب تفضلي، شو بدك؟ وعدني ما تحب حدا غيري. وعدني انك تضل معي كل العمر. بوعدك. وعدني انك تضل صادق معي وتحبني من كل قلبك على طول. بوعدك. هون انقلبت القصة وانقلب الحكي مثل ما نتذكر بالأول شو صار حكي. وبعدها فعلا صارت الخطبة، وعاشوا فترة خطبة وحب حلوة كتير. قرب العرس والبنت جهزت كل شي، تجي رفيقتها لعندها لحتى تساعدها. بتشوفها مو على بعضها أبدا. شبكي ولك بعد كم يوم عرسك وانتي هيك قالبة وجهك ومالك على بعضك؟ شو القصة؟ احكيلي، لازم تكوني هلأ أسعد بنت بالدنيا. ما بعرف، ما عم بقدر انسى. شوفي احكيلي شو القصة. حبيبي الأول أو حبي الأول اللي حبيته من قلبي. ليش تركته طيب وانخطبتي لابن عمك؟ ما بعرف لك، ما بعرف، لأسباب تافهة تركنا. وأنا كنت مفكرة رح أنسى وبلش من جديد، بس ما بعرف شو بني. خلص ولو طولي بالك، وعن جد لازم تنسي لأني صرتي لشخص غيره. اسمعي مني، يلا امسحي دمعتك وقومي. طيب ماشي، الله يكون معي. وبيصير العرس وبتتجوز البنت وبتحاول تعيش حياة حلوة وهادئة. بس المشاكل الأكبر بتبلش، والسبب والصدمة من البنت تزوجت من ابن عمها، وكانت مفكرة رح تكمل حياتها بشكل طبيعي وزوجها رح يكون ابن حلال معها. بس وين كنت امبارح؟ دقيت لك كتير وما رديت، ضل بالي عليك حبيبي. يعني وين بدي أكون؟ عم أشتغل حتى أجيب مصاري. طيب شبك معصب علي؟ عم اسألك لأني ضل بالي عليك. مالي معصب ولا شي، روحي من وشي هلأ وتركيني لحالي شوي. طيب حبيبي مثل ما بدك. البنت بتتركه وبتروح حتى تعمل شي شغلة، وعلى الصدفة بتسمعه عم يحكي مع حدا بصوت واطي كتير. بتروح على مهلها لحتى تعرف مع مين عم يحكي، وبتنصدم انه عم يحكي مع بنت. بتبلش دموعها تنزل بدون ما تحس، وتذكرت كيف كان حبيبها يقلها وعديني انك ما تتركيني ولا تحبي حدا غيري. حست بالذنب وحست انه رب العالمين انتقم منها لانه كسرت بقلب حبيبها وتركته لسبب تافه. بعدها بتفيق من الصدمة وبتروح توقف بوجه زوجها وهو عم يحكي يتغزل ببنت تانية. البنت بتسكت وبتضل تتحمل، وزوجها كل ماله بيزيد بنات وغيره، وهي هون بتكون حامل، وهو بيكون بده يطلقها مشان ما يتحمل مسؤوليتها ولا مسؤولية الولد. وفعلا بيطلقها وبتروح لعند أهلها، وهي بتكون حامل 4 شهور وما قدرت تنسى حبيبها. وطليقة طبعا تزوج دغري وكمل حياته، وهي صارت تربي ابنها. ومرة كانت ماشية بالحديقة هي وابنها، بالصدفة بتشوف حبيبها القديم، بتوقف بأرضها ودموعها بتنزل، وهو بيشوفها وهي بتكون ماسكة بإيد طفل. كيفك؟ هلأ صرت بخير بعد ما شفتك.
انت كيفك؟ تمام. هلأ أنا كمان صرت بخير بعد ما شفتك. ما تزوجت؟ لا، لأنه وعدتك ما أحب غيرك ولا أتجوز غيرك. نيالك، ليش؟ تركتك لأسباب تافهة كتير. ما كنت انساك أبدا، وقول بيني وبين حالي بكرة بنسى وبنسى، بس ما نسيتك. تزوجت واتطلقت وصار عندي ولد مثل ما انك شايف، بس ما كنت انساك. طلع نسيانك أصعب شي بحياتي وكذبة كبيرة كتير. طيب تقبلي نتجوز ونربي هذا الطفل ونعيش مع بعضنا سوا؟ عم تمزح أكيد، مثل ما لك شايف عندي ولد. تمام، وأنا رضيان فيك ورضيان بالولد، وربيه ويكون ابني وحطك بعيوني، لأنه أنا بحبك وما رح آخذ غيرك. وفعلا بيتقدم لها وبتزوجوا وبيكونوا أحلى اتنين، وبيربي ابنها مثل ابنه وأكتر، وما بيأثر عليه بشي أبدا. يمكن تستغربوا كيف رجعوا لبعض بعد كل شي صار، بس هيك اسمه قدر الحب. ويلي بحب من قلبه مستحيل ينسى ولا يكره الشخص يلي بحبه. هاد يلي بحب الصدق شو ما صار، وبحاول يضل معه رغم كل شي. يا ريت كل قصص الحب تكون نهايتها هيك. شهر مبارك علينا وعليكم جميعا، لكل متابعينا، لكل شخص، على الجميع يا رب. ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. قصة بنت حلبي كتبتها بيسان، شاركت بالسيناريو كله. شكرا كتير يا بيسان على كتابة هذا السيناريو. القصة لبنت حلبي، حبت شخص تركته، حبت ابن عمها، ودارت الأيام ورجعت لابن عمها. أنا بدي وصل فكرة، وأنا ما سمعت هاي السردة ولا قريتها لحتى إجا وقت التسجيل. ما بتمنى لا شاب ولا بنت يوصلوا لهالمرحلة، لأني عن جد مرحلة صعبة كتير، وما بتمنى اثنين يرجعوا لبعض بعد هذا الشيء. بعد ما البنت تترك الشاب، ما بتمنى بعد ما تتجوز إنه اثنين يرجعوا لبعض، لأني هي كل شيء بالآخر اسمه نصيب. لو حبته من الأول ما كانت عملت فيه هاي المرحلة، لبعد ما تركته وحبت غيره وتجوزت غيره لحست بقيمتي يلي خسرته. بتمنى باثنين تحبوا بعضكم، لا تخسروا بعضكم على أسباب تافهة زبالة، بين وعود وبين كذب. ما في أي إنسان ما بيوعد، بس وقت اللي بتوعد اوعد بصدق. وقت اللي بتحلف بأمك احلف فيها بصدق، لأني رح تضر لأمك. وقت اللي بتحلف بحدا ميت لك اصدق فيه وقوفي فيه، لأني رح تضر، ما تنضر، رح تضر. والدنيا كما تدين وتدان. يمكن الله ما يضرك مباشر، الله يعذبك على 100 مهله لحتى تتعب تشقى وترجع ندمان يلي حبيته. أنا بتمنى هالفكرة توصل لكل متابعين، والقصة لبنت حلبي، وإن شاء الله تنال أعجابكم جميعا، تشوف دعمكم عليها. وشكرا يلي كانوا مشاركين بهاي القصة، رنا كبريائي ورائد، ويلي كانوا موجودين كلياتهم، هي قمر وبيسان كاتبة السيناريو بيسان. شكرا للكل، روابطهم بالوصف موجودات فيكم تتابعوها. تحياتي للجميع وشكرا للكل متابعيني. رمضان كريم.